مركز العمليات، الطائرة رقم شارلي 100 انحرفت عن مسارها باتجاه المنطقة الممنوعة رقم 51. علم. سبب تغيير الطائرة رقم 100 لمسارها واتجاهها نحو المنطقة المحظورة. المراقبة الجوية ليست تقنية فحسب، إنما لها ميزة إنسانية أيضاً. سبب تغيير الطائرة رقم 100 لمسارها واتجاهها نحو المنطقة المحظورة داخل سير. نحن على اتصال مع قائد الطائرة. شكرا. Alpha Lima 100, you are going to enter prohibited area. May I have the reason, sir? Yes, sir. We have the exit point of Abu Zafayosh. Alpha Lima 100, copied. Due to weather. Alpha طائرة 100 انحرفت عن مسارها بسبب الأحوال الجوية. يرجى التأكد بواسطة محطة متابعة الأحوال الجوية. بسبب سوء الأحوال الجوية يسمح للطائرة للتحليق فوق المنطقة المحظورة، ولكن مع المتابعة الخاصة حتى خروجها من المنطقة المحظورة. مفهوم؟ هنا تم السماح لطائرة نقل مدنية في حالة خطر بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي كانت قريبة من منطقة ذات نشاط عسكري، بتغيير مسارها والتحليق مؤقتاً داخل المنطقة المحظورة إلى حين استقرار الجو. انحراف الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية. استلم. بالمقابل يتم تغيير ارتفاع الطائرات العسكرية القريبة منها وتغيير توقيت إقلاع الطائرات العسكرية التي يمكن أن يصادف وجودها في نفس المسار خطراً على الطائرة المدنية. تعد سلامة الركاب وأمن الطائرات أولوية قصوى لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وهذا تجنباً لأي كارثة جوية محتملة، وأيضاً احتراماً لاتفاقيات الطيران الدولية. الجزائر تحترم القوانين الدولية المتعلقة بالطيران المدني، ونحن كقوات للدفاع الجوي عن الإقليم نسهر على التطبيق الصارم لقواعد التحليق. يسهر مركز البحث والإنقاذ التابع لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم على تشكيل خلية أزمة تقوم بمتابعة عملية البحث والتنسيق بين مختلف الهيئات المدنية والعسكرية لتسهيل عملية البحث والإنقاذ. قوات الدفاع الجوي عن الإقليم تؤدي دور بارز عند حدوث الكوارث الجوية، والتي تتجلى في عدة مهام، من بينها حجز المجال الجوي لفائدة طائرات البحث للسماح لها بالقيام بأعمال البحث في ظروف مؤمنة بهدف نجاح المهام المسندة. المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ للطائرات التي هي في خطر بالجزائر متواجد على مستوى مركب المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بوادي السمار، وهو مكلف بإدارة وتنسيق عمليات البحث مع الهيئات المحنية للمراقبة والإنقاذ وتفعيل مخططات البحث للإنقاذ داخل المنطقة المسؤولية الجزائرية، كما يقوم بالتعاون الدولي مع مراكز البحث والإنقاذ للبلدان المجاورة في إطار مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية. الدفاع الجوي عن الإقليم. الصوت صادحاً ما يزال، التقنية إلى أفضل، الثوابت راسخة لن تتغير، المهنية خط أحمر، والوفاء للوطن عقيدة ثابتة لا تتبدل. فهم عيون ساهرة لأجواء آمنة.